كريم بنزيما راح وتقديم اسطوري، والراجل دخل بالبلندور وحاجه تمام وزي الفل. الناس السنه اللي فاتت جابت صفقه، او في الشتاء اللي فات جابت صفقه مهمه جدا وهو كريستيانو رونالدو. يعني انت بتتعامل في سوق صعب جدا. ايه هو السوق الصعب جدا؟ ان انت بتجيب نجوم من اوروبا مهمين تخليهم عندك في الشرق الاوسط. لكن انا عايز ارجع فلاش باك عشان الناس بتقول الفلوس اللي بتتصرف. لو نفتكر من سنين الدوري الصيني حاول يجيب لعيبة كتير من اوروبا وحاول يفوض ناس كتير جدا، لكن ما نجحش بنفس ضجة الدوري السعودي، وما نجحش يضم اسماء بنفس نجاح الاسماء اللي بتضمها السعودية دلوقتي. يعني الدوري الصيني جاب لعيبة بس ما جابش اسم زي كريستيانو رونالدو. ساعتها كان في عرض خرافي ليه، وهو لما جدد مع ريال مدريد اخر مرة قال يا جماعة انا لو عايز فلوس كنت رحت الصين. لكن في النهاية هو الراجل كمل مع ريال مدريد. لكن المختلف ان بنزيما ما كملش مع ريال مدريد وجه الاتحاد السعودي. طبعا الكلام كتير قوي، يقال ان في عرض خرافي لمحمد صلاح، حتى الان مفيش حاجة واضحة. التركيز واضح جدا على رياض محرز، التركيز واضح جدا على نيجولو كانتي لاعب تشيلسي، وان كان خلاص الموضوع انتهى ان الراجل في الاتحاد السعودي الموسم الجاي. واضح ان الاتحاد السعودي السنة الجاية هيبقى فريق خطير جدا جدا. طبعا الكلام على فيرمينيو ويلفرت زاها، فانت بتتكلم على لعيبة مهمة جدا. وان كان بقى هم في حتة فيها تفكير منطقي جدا، هو التعاقد مع ستيفن جيرارد انه يكون المدير الفني لنادي الاتفاق. اكيد ستيفن جيرارد هيجي ويجيب صفقاته، لكن ان الاعلام الانجليزي يركز معاك دي حاجة مهمة جدا، لان احنا ما ننساش ان الاعلام الانجليزي رياضيا هو الاقوى في العالم بلا اي جدال. في انتظار موسم تاريخي في الدوري السعودي.